هنتكلم في المسائل العائلية، المهر والحاجات دي وخلافه يعني. انت عارف جرام الدهب النهارده بكام؟ طبعا انت عايز تخطب. تعال اقول لك. فجأة وانت رايح تتقدم لها وبتطلب ايديها وباباها بيطلب طلبات غريبة جدا، انت اكيد طبعا مش هتعرف تحققها هنا. فبتقول لنفسك طب انا عايز اسافر. طبعا وانت قاعد بتبص من شباك الطيارة فكر نفسك ان انت هتروح هناك تشتغل وزير. فبتلاقي نفسك قاعد جنب اخواتك المغتربين. وتلاقي ان فكرة الخطوبة دي فكرة هتؤدي في وقت من الاوقات للفشل، ده طبعا بالنسبة لك. فهتمسك تليفونك وتدور على رقم الاكس اللي انت بعدتها عنك وترجع تكلمها. وانت بتكلمها علشان تحس باحساس العاطفة اللي راح منك بقاله فترة، فتلاقيها بتقولك انا عايزاك ليا لوحدي. وتلاقي نفسك بتقول ايه ده انا الحلال في الشرع محلل لي 4، في الحرام انت عايزاني لوحدك ازاي؟ فبتسمع كلام امك وبتروح تخطب اول بنت امك اختارتها لك. ايه ده اللي اسمك عامله في نفسك ده؟ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.